قصة الشاب السوري اللي لم تهن عليه العشرة وقدم روحه فداء للوطن اللي استقبله وعلمه. سليمان الحلبي تعلم في جامعة الأزهر في مصر عام 1797، ومنها روح ذهب إلى بلده عفرين قضاء حلب، وبدأ يسمع بانتهاكات الاحتلال الفرنسي لمصر وجرائمه البشعة. ما عرف يشتغل ولا عرف يركز في تجارة أبوه بعد ما سمع إنهم دخلوا على مسجد الأزهر الجامعة اللي هو درس فيها وقتلوا اللي هو كان معتبره الأب الروحي له. قرر الانتقام، ساب عمله وبلدته وذهب للتدرب في غزة للقتال، ومن غزة خرج مع 4 مقاتلين لضمان العملية اللي بده يعملها: اغتيال الجنرال الرئيسي لكل الجيوش الفرنسية في المنطقة جان باتيس كليبر، حيث رصدوا له لمدة 31 يوم لعرف كل حركاته، ودخلوا في حديقة قصره وطعنوا في قلبه وقتله. عملية قد ما صدمت العالم كلياته، قامت فرنسا بقتله بطريقة جدا غير إنسانية، وللتناقض في الكلام حطوا جمجمته في متحف الإنسان في باريس لحد يومنا هذا، وعلموها بالمجرم. بعدين قامت فرنسا بتعيين بالأزهر محل الناس اللي هي قتلتهم ناس على مزاجها يكتبوا ويقرروا انه هذا كان مجرم قاتل مأجور شحاد، ابوه كان مديون لذلك عملها عشان ديون ابوه، وقصص كثيرة عشان انهم يوسخوا سمعته. لكن بعد مرور اكثر من 200 عام قتل كاتب فلسطيني برضه دارس بمصر ولحم كتافه من خيرها، وقدم وثائق وبحوث على انه يثبت انه سليمان الحلبي كان ابن عز ومال، وكان ابوه حج البيت مرتين، ولذلك كان له اراضيه وله بيته لحد يومنا هذا، اساساته موجوده في بلده عفرين. وهذا ما كانش لا قاتل مأجور ولا شيء، ولا ابوه كان محتاج. وقامت يعني توثيق قوه العلاقات ما بين مصر والشام في هذاك الوقت ليومنا هذا. وبدورها الريادي والثقافي قامت جمهورية مصر العربية بتكريم الكاتب الفلسطيني على روايته 14 بعنوان خنجر سليمان، التي أهداها لنابليون لتكون طعنة في قلب المستعمر، وأعطوه جائزة تكريمية من منتدى رابط كتاب المصريين لبابا والدي، على راسي من فوق، كل الفخر.